قبل ما تصور خناقة أو سرقة لازم تعرف القانون هيعمل فيك إيه. تعال أقولك. هل يجوز تصوير الجريمة؟ وهل الفيديو اللي اتصور ده دليل قانوني؟ وإمتى يكون خطر عليك؟ لو شفت جريمة قدامك أو كنت طرف فيها هل ينفع تصورها؟ أول حاجة لازم نعرفها إن القانون ما بيمنعش التصوير في الأماكن العامة، خصوصا لو الجريمة دي وقعت قدامك، سواء كنت طرف في الجريمة دي أو مجرد شاهد عليها. بس خلي بالك، نشر الفيديو دوت على الفيسبوك او التيك توك قبل ما تسلمه للشرطة ممكن يعرضك للمساءلة القانونية، وده في حالتين. اول حالة جريمة انتهاك الخصوصية المنصوص عليها في المادة 25 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، ودي عقوبتها الحبس الذي لا يقل عن 6 شهور والغرامة اللي توصل ل 100,000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. الحالة الثانية التأثير على التحقيق أو المحاكمة، ودي المنصوص عليها في المادة 187 و 188 من قانون العقوبات المصري، ودي عقوبتها الحبس الذي يصل لسنة والغرامة اللي ممكن تصل إلى 20,000 جنيه. وفي معلومة مهمة جدا، النيابة العامة المصرية أعلنت إنها بتقبل الفيديوهات اللي بيصورها المواطنين واللي بتشكل جريمة، وتقدر تبعت الفيديو دوت على رقم الواتساب الرسمي بتاع النيابة العامة. الخلاصة ينفع تصور الجريمة لو كنت طرف فيها او كنت مجرد شاهد عليها، بس اوعى تنشر الفيديو على السوشيال ميديا، وابعته على الواتساب بتاع النيابة وبلغها فورا عشان تبقى في صف القانون، ما تبقاش ضده. ساعد في تحقيق العدالة بس ساعدها صح. ولو انت محتاج مساعدة اكتب لنا في التعليقات تحت، والمؤسسة العربية للمحاماة هترد عليك.